هو ليه ابنك كل ما تقوليله على حاجة بينبهر وبيعمل الغلط تاني كأنه أول مرة يسمعها؟ ابنك كل ما تقوليله على حاجة بيعيدها تاني ويكرر نفس الغلط وكأنه أول مرة يسمعها، ولا كأنك عمالة تقوليله نفس الحاجة كذا مرة. طب ليه بيعمل كده؟ تعالوا نفهم ايه اللي بيحصل بجد للطفل. ابنك أو بنتك بيكرر نفس الغلط رغم انك نبهتيه، ده مش معناه انه استهتار ولا حتى تجاهل. انت بس ابنك او بنتك في المرحلة دي لسه مش قادرين يربطوا بين السلوك والنتيجة. هو سمع الكلام، ايوه سمعه، لكن دماغه لسه ما اتعلمتش ازاي يطبقه، وده طبيعي جدا في السنين الاولى والطفل لسه صغير، لان المخ لسه بيتعلم الربط مش الحفظ. الحل هنا مش انك تزودي كلام وتقعدي تعيدي وتزيدي في الجملة، ان انتي كل سلوك ابنك هيعمله لازم يكون نفس رد الفعل بتاعك، ما يتغيرش لحد ما ابنك يتعلم ازاي ينفذ الكلام اللي بتقوليه. ساعتها هيبتدي مخه ينضج ويفهم الكلام بهدوء من غير انفعال، وهنا المخ يبدأ يتعلم والسلوك كمان يبدأ يتغير. وقبل ما انهي الكلام، عملتي تمرين النفس النهاردة؟ ولو واجهك أي مشكلة في تعديل سلوك طفلك اكتبي لي في الكومنتات.